بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب السوداني الكريم، ظلت قواتكم المسلحة منذ ما يقارب القرن من الزمان متلاحمة مع شعبها، مناصرة لقضاياه، حامية لأرضه وعرضه وسمائه وبحره، ومدافعة عن وحدته وأمنه. تشكلت هذه القوات وتكونت واستمدت قوتها وشرعيتها من صوت وهتاف الشعب، شعب واحد جيش واحد. تؤكد قواتكم المسلحة وقيادتها التزامها التام بمجريات العملية السياسية الجارية، والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين قيام الانتخابات بنهايتها. شعبنا الأبي، إن مزايدة البعض بمواقف قواتنا المسلحة، وهي أول من بادر بالخروج من العملية السياسية، والحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسيرة التغيير والتحول الديمقراطي في محاولات مكشوفة للتكسب السياسي والاستعطاف، وعرقلت مسيرة الانتقال، لن تنطلي على فطنة الشعب ووعي ثوار وثائرات وشباب بلادنا حراس ثورة الشعب، ثورة ديسمبر المجيدة. ومن هذا المنطلق نؤكد لشعبنا أن قواته المسلحة ستبقى أملا مستداما ومرتجى ورفيقا وفيا لاستكمال مسيرة الثورة. عاش شعبنا السوداني حرا أبيا، عاش نضال ثوار بلادنا الغالية، عاشت قواتكم المسلحة حامية للبلاد وناصرة لشعبها الأبي، والله الموفق والمستعان.